السلام عليكم. بعد ما هنعيش مع بعض القصة بتفاصيلها الكاملة من البداية للنهاية، محتاج أعرف من حضراتكم لو أنت قاضي هتحكم بإيه؟ حكمك هيكون إيه؟ ده اللي هستناه من حضراتكم في التعليقات. ويلا بينا نبتدي في القصة الغريبة اللي شهدت أحداثها منطقة السيوف شماعة في محافظة اسكندرية. بداية الموضوع كله من عند أحد المواطنين، واحد ساكن في بيته طبيعي جدا، بيفتح باب شقته عشان نازل رايح مشوار، لكن يتفاجئ ان في بطانية بيفتحها لقى جواها بنت، بس البنت كانت ميتة. البنت عمرها من نظرة الراجل ما تعديش 3-4 سنين. بس مين اللي جابها هنا؟ ومين اللي حطها قدام باب شقتي؟ مليون سؤال جه في دماغ الراجل. مين اللي عايز يورطني التوريطة دي؟ مين اللي عايز يخلص مني؟ ما هو كده الشرطة هتشيلني الموضوع. وعشان كده كان واجب عليه على طول ينادي لكل جيرانه والبواب بتاع العمارة اللي مش موجود. ما احنا في ايام مفترجة زي دي بواب العمارة سافر بلده عشان يفطر مع قرايبه. من هنا اتصل بشرطة النجدة اللي حضرت على طول للمكان بعد ما قال لهم في التليفون: الحقوني بسرعة يا بيه، انا بفتح الباب لقيت بنت ميتة قدام باب شقتي. واداهم العنوان بالتفصيل. في ظرف دقائق معدودة كانت أول دورية قريبة للمكان حضرت، وابتدوا التحقيقات، ابتدوا يشوفوا المداخل والمخارج، ويا ترى في كاميرات مراقبة ولا لأ. والأهم من ده كله، أنت مين اللي بيتردد عليك؟ وشفت البنت دي قبل كده ولا لا؟ ابتدوا يعدوا على كل سكان العمارة، مش سكان العمارة بس، الشرطة حتى سألت سكان العمارة اللي جنبهم واللي بعدهم في محاولة ان هم يكشفوا اللغز في اسرع وقت. ما هو في القصص اللي زي دي لازم الشرطة تبقى تحركاتها سريعة واسرع كمان من اللي عمل القصة نفسها. ومن هنا كاميرا مراقبة محطوطة قدام احد المحلات رصدت اللي دخل بالبنت وهو شايلها. مين ده؟ عشان كده ابتدى رجال الشرطة يتبعوا ويفرغوا كاميرات اكتر واكتر لحد ما وصلت عدد الكاميرات في حدود ما بين 80 ل100 كاميرا مراقبة. احنا بنتكلم في 36 ساعة تفريغ. الشرطة قاعدة بتفرغ الكاميرات والمشاهد والتتبع عشان يكشفوا عمر اللي عنده 28 سنة، اللي شغال عامل في مطعم، اللي برضه من نفس المنطقة. طب هو عمل كده دي مين؟ المفاجأة دي بنته اللي اسمها ايتن وعندها 3 سنين. طب هو اللي عمل فيها كده ولا مين اللي عمل فيها كده ولا ايه الموضوع؟ هيتضح ويتعرف من عند عمر لما رجال الشرطة قبضوا عليه وقال: انا كنت مستنيك يا بيه، انا كنت عارف اللي انتوا هتيجوا تاخدوني، عشان الشيطان هو اللي صور لي وهيأني وخلى الغل يمسك قلبي، هو اللي خلاني ابص لطليقتي بعد ما رميت ورقتها وقلت لها مش عايزك تاني. لكن الغل سيطر عليا، والغل خلاني اقول اللي انا هحرق قلبها ببنتها لما خدتها وخنقتها. وبعد كده فضلت الف بيها ساعتين، وانا بلف بيها لفتها جوه بطانية عشان الناس ابتدت تبص عليا وتقول لي هي البت مالها. فلما حطيتها جوه بطانية بقيت عايز اخلص منها بسرعة. كنت عايز اوديها عند طليقتي بس كان هيتعرف اللي انا. لكن بعدها لما حطيتها في البطانية وطلعت الميكروباص فضلت قاعد افكر هروح فين. نزلت منطقة السيوف شماعة، فضلت الف فيها وانا مش عارف هروح فين. لقيت رجلي طلعتني عند العمارة دي، وفي الدور التاني سبتها قدام الشقة ونزلت. وبعدها بعت رسالة لطليقتي وقلت لها على فكرة النهاردة انا خلصت من بنتك ومش هتشوفيها ولا هتسمعيها ولا هتعرفي عنها حاجة. فضلت تتصل بيا كتير وما تعرفش حاجة عن القصة، ما تعرفش اللي انا خلصت عليها، لكن سمعت صوت عياطها في التليفون فارتحت، وانا دلوقتي ارتحت. ده للأسف كان كلام عمر اللي عمل كده ببنته عشان متضايق من طليقته، عشان بقينا نقابل قصص أغرب من الخيال، عشان ما بقتش لاقي ولا مبرر ولا كلام يتقال، عشان بقيت اتفاجئ زي حضراتكم. بالرغم اللي بقالي 10 سنين صحفي متخصص في القصص اللي حضراتكم بتشوفوها، لكن بقيت الاقي قلوب سودة، قلوب مش موجودة. بقيت مستغرب ومش عارف
بعد ما بعرف التفاصيل والكواليس واللي ينفع يتقال لحضراتكم. احنا ازاي وصلنا لكده ولحد امتى؟ احنا المفروض لما بنقدم لحضراتكم قصة بجيبها لكم بالتفاصيل عشان ناخد منها عبرة، وبنقول لكم النهاية عاملة ايه، ويا ترى اللي عمل القصة ده استفاد ايه. ما بنلاقيش استفادة من القصة، فبقول لكم ناخد بالنا وناخد القصة دي عبرة وما نعملهاش. ليه بتتعمل؟ ايه السبب؟ ايه اللي ناقص؟ مش عارف. بس خلونا في النهاية اقول لحضراتكم، لو انت كنت قاضي هتحكم عليه بايه؟ ده اللي هستناه من حضراتكم. كنت معاكم يونس محمد، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.